سلام، كنتمنى تكونوا تو الموند بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غنحضر معكم كبسه بطريقه جديده لذيذه وسريعه. تبعوا معايا طريقه التحضير. كنحتاج الرز ديال الكبسه كيكون من نوعيه جيده. الكميه والعدد على حسب افراد الاسره. كنغسلوه مزيان تقريبا حتى 3 ديال المرات حتى كتحيد منه كاع داك الماء اللي فيه. من بعد كنقعو في الماء وكنخليه جانبا. غناخذ كوكوط اللي غندير فيها 2 ديال الحبات ديال البصله غنقطعهم حتى هما طرونش. غنحتاج البهارات الصحيحه ديال الكبسه اللي منهم اللومي، القرفه عواد، البزار الابيض، القرنفل، الهيل والنجمات او اليانسون. ما عرفش بالضبط شنو كيقولوا ليهم، ولكن النجيمات راهم معروفين. كما كتشوفوا معايا غنحتاج القرنفل حتى هو، هادشي كله كيكونوا بهذا الشكل هادو. كندير معاهم زويته روميه، كنخليهم يتقلاو مزيان حتى كتهبط لينا هذيك البصيله. عاد كنزيدوا عليها اللحم الغنمي. تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير حتى الاخير، راها ساهله الطريقه. غنحتاج ورق الغار اللي هما 2 ديال الحبات. غنحتاج اللحم الغنمي، خذوا اللحم اللي بغيتوه بقري ولا غنمي ولا حتى الدجاج. هذا اللحم كامل كيجي زوين. كنقليو غير اللحم مع هذوك البهارات والبصله حتى كيتقلى لينا مزيان وكياخذ الطعم ديال البهارات الصحيحه ديال الكبسه. كنبداو نقلبوا فيهم بهذه الطريقه وبهذا الشكل اللي كتشوفوه معايا. طريقه جد سهله وواضحه في لا فيديو. كيف ما كيتقلى لينا داك اللحم مزيان مع ديك البصله كنزيدوا العطريه العاديه مع معلقه ديال العطريه ديال الكبسه، البزار، الخرقوم، السكينجبير نص معلقه عامره مزيان من بهارات ديال الكبسه اللي كتكون عند عطار، الملح نص معلقه ديال الكنور اولا ربيع ديال الكنور وضامه ديال الزعفران. كنزيد مطيشه اللي حكيتها كما شفتوا معايا. كنخلي داكشي يتقلى مزيان وكيشرب لينا اللحم مع العطريه اللي حطينا. من بعد كنزيد 2 يطرو ديال الماء كيكون سخون مزيان، يعني يكون مغلي مزيان. عاد كنزيد 2 حبات ديال الثومه وكنسد عليه 20 دقيقه كيطيب ليا. من بعد كندوز هنا نوج كاشنه الروز. كنحتاج منها فلفله الوان، خيزو محكوكه في الحكاكه الغليظه، والبصله مقطعه طرونج وفلفله حاره. كنزيد عليهم غير شويه ديال الزيت وكنخليهم يطيعوا حتى يطيعوا. نزيدوا فيهم العطريه. غنحتاج كامله غندير فيها الماء يغلي مزيان مع البهارات الصحيحه ديال الكبسه، اللومي، ورقه سيدنا موسى، النجيمات، الهيل والقرنفل. كنزيد كميه قليله 2 الكيسان ديال الروز اللي رقدته معكم من قبل. كنحطوه فيهم وكنخليوه يطيب. هنا من بعد ما طاعوا ليا هذيك الفلفله ديالي اللي حطيت كندير شويه البزار، شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه ديال التحميره والملح. كنحركهم مزيان. كنزيد عليهم الزبيب اللي كان مقوع من قبل كما كتشوفوا معايا في لا فيديو. كنخليها حتى كطيب وكنطفي عليها. هنا كتكون واجده معايا. من بعد ما وجدت معايا هاد الكشنه هادي صافي. هذا هو الشكل اللي خاصو يكون باش طيب. حاولوا ما تخليوهاش تحرق بزاف، كتجي لذيذه مع الكبسه. هنا صافي وجد ليا الروز الابيض اللي حضرته غير مع البهارات الصحيحه. من بعد هنا حليت على الكوكوط، لقيت اللحم ديالي طاب ولا زبده. صافي كنحطو في اناء اللي باش كندخلو الفران يتحمر. تقدروا تحمروه وتقدروا لا، عليكم الاختيار. من بعد ما كنعزل هذاك اللحم ديالي من البلول اللي طاب، هذاك البلول هذاك اللي بقى لنا هو باش غيطيب لنا هذاك الرز. من بعد ما غنصفيه وكما غتشوفوا معايا في لا فيديو. هنا كنحط هذاك اللحم ديالي. اللحم هنا راه طاب من بعد 20 دقيقه ولا زبده. زدت عليه حتى ديك الثومه حتى هي اللي كنحمرها. هنا خديت صفايف كامله. غادي نصفي كاع داكشي اللي طاب ليا في الكوكوط مع اللحم بالشكل اللي كتشوفوه معايا في لا فيديو. الطريقه راها واضحه وسهله، واهم شيء سهله وبسيطه وكتجي اقتصاديه. كنهز شويه ديال المرق اللي حطيته. من بعد هذا المرق هذا هو اللي غادي نسقي به هذاك اللحم. خديت الروز اللي صفيته حتى هو وزدته على هذاك المرق فوق البوطه على نار مهيله. حاولوا ما تغطيوش، غير النص ما تغطيوش. هنا داك المرق زدت عليه شويه ديال الزبده ودخلته يتحمر مع اللحم. هنا الروز ديالي صافي طاب ليا. زدت عليه شويه ديك الكشنه. وهنا وجد معايا كاع داكشي كله اللي قديته وجد ليا وطاب معايا كما كتشوفوا بهذا الشكل. هذا الروز كيجي حبه حبه لذيذ بزاف مع المرق ناشف. هنا كنحطو في اناء على حسب الاناء اللي بغيتو بديك الصلصه اللي حطيتها حتى هي معاهم. هنا الروز الابيض اللي طيبته بوحديته حتى هو صفيته وحطيت طبقه من الروز اللي طيب في لاصوص وطبقه من الروز الابيض اللي طيب مع البهارات ديال الكبسه. كنحط هذيك الكشنه بهذا الشكل هذا. كنزين به هذاك الروز كيجي هكا ملون. الشكل راه كيشهي وكيجي لذيذ. هنا من بعد ما تحمر لي هذاك اللحم حتى هو كنحطو فوق من الكبسه والثومه حتى هي اللي تحمرات. كتجي بنينه بزاف بهذا الشكل. تشهاو تاكلوها غير بوحديتها. انا هنا كنحاول نقاد التبصيل ديالي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوه معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكبسه. صراحه راه كتجي لذيذه بزاف. توجدوا صلصه الزبادي اللي هي معروفه كترافق اي كبسه اللي
غتلقاوها اسفل الفيديو طريقه التحضير ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الكبسه ديال اليوم. صراحه جات لذيذه بزاف، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبتكم وصفه اليوم خليوها ليا في التعاليق، كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. وهاد الطريقه هذه اسهل كبسه والذ كبسه اللي غتحمر لك وجهك. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوليش من تشجيعاتكم وتعاليقكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي عالم فاتي. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. تهلاو ليا فراسكم، لقاكم فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.